أهلا بيك يا فنان في حلقة جديدة من أخبار الأسبوع. أهم 5 أخبار حصلوا في الأسبوع ده. سريعا كده هقولك معناوين ال5 أخبار وبعد كده ندخل في كل خبر وتفاصيله. الأسبوع ده حرفيا مليان ضرب نار. العمالقة كلهم نازلين حلبة مصارعة ونازلين ضرب في بعض. من أول جوجل وكانفا لحد شركات جديدة نازلة تكتسح السوق بالفيديوهات بالذكاء الاصطناعي. لو أنت مصمم أو مونتير أو صانع محتوى، الحلقة دي هتغير نظرتك للي جاي تماما. جهز كوباية الشاي أو القهوة بتاعتك ويلا بينا ندخل في التفاصيل. الخبر الأول: زلزال جوجل القادم، جيميناي أومني. أوبن اي اي بتريحك بره البيت، كودكس دلوقتي على التليفون. تحديث هيكس فايلد بينقذ صناع المحتوى. الوحش الكبير مع تحديث كبير، كانفا 2.0. اندرويد 16 و17 بالاي اي دلوقتي هيغير التليفون. هنبدأ بأول قنبلة معانا وهي تسريبات طالعة من شركة جوجل نفسها، والكلام كله دلوقتي عن نموذج فيديو جديد بالذكاء الاصطناعي اسمه جوجل جيميناي اومني. بص يا سيدي، جوجل مش عاجبها شركات زي صورة او راناواي انها تسحب السجادة من تحت رجليها في موضوع توريد الفيديوهات وكده. التسريبات بتقول ان جيميناي اومني مش بس اداة تكتب لها نص تطلع لك فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، لا، ده نموذج متعدد الوسائط بالكامل وسريع جدا. يعني هتقدر تديله صورة صوت نص في نفس الوقت عشان يولد لك الفيديو بالجودة اللي انت عايزها واللي في خيالك، كمان بحركة كاميرا واقعية جدا وتفاصيل في الجرافيك مرعبة. ده معناه ايه لينا كمصممين ومونترين؟ معناه ان الاستوك فيديو بيموت بالبطيء، وانك هتقدر تصنع مشاهد خيالية الفيديو ليك بالاي اي في ثواني وبدقة ما كنتش تحلم بيها. تاني خبر معانا هو اوبن اي اي بتريحك بره البيت، لان خلاص كودكس بقى دلوقتي على الموبايل. نروح بقى للغريم التقليدي شات جي بي تي. دلوقتي هما نقلوا كودكس من الكمبيوتر وبقى دلوقتي متوفر حاليا على التليفون. لو انت مصمم ويب او بتشتغل فرونت او باك اند وبتعمل جرافيكس للمواقع، فانت عارف قد ايه بتكون مربوط قدام الكمبيوتر في البيت عشان تتابع الكود او تعدل عليه او تشوف لو حصل فيه اي اخطاء. اوبن اي اي دلوقتي حلت ده، بقى من موبايلك عادي تقدر تتابع ده وانت بره البيت. في المواصلات بتشرب قهوة قاعد مع اصحابك تقدر تتابع وتعدل على كل الأكواد بتاعتك. الذكاء الاصطناعي مش بس بيساعدك، ده بقى الذكاء اللي موجود ومساعد الشخص ليك، موجود معاك في كل مكان حتى في جيبك. الخبر ده بقى سحر خاص للناس اللي بتعمل تيك توك أو ريلز أو الفيديوهات القصيرة عموما. شركة هيكسفيلد أطلقت ميزة صايعة جدا باسم فيراليتي برودكتور، أو بالعربي كده متنبئ الانتشار. المنصة دي مش بس بتعمل لك فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، لا، دي بقت بتعمل لك تحليل للفيديو بتاعك قبل ما يتم نشره، احتمالية الفيديو بتاعك ده فايرال، هينتشر ولا لا. والأجمد من كده إنها بتديك تحليل كامل للهوك. أول 3 ثواني للفيديو بتاعك بتقولك الحتة دي مملة لا جذابة. طب لو مملة ونعدلها بتقولك نعدلها ازاي وايه اللي هيناسب الفيديو بتاعك. دي أداة حرفيا ذهب لصناع المحتوى والمنتجين. بدل ما تنزل الفيديو تقعد تدعي يا رب يجيب مشاهدات، الموقع ده بيعمل لك تحليل من البداية للنهاية. بتديك من الآخر كده الروجيتا اللي تخلي الفيديو بتاعك يفرقع بناء على تحليلات وأرقام حقيقية. نيجي بقى لحبيب الملايين وهو كانفا. كانفا نزلت تحديث كانفا 2.0، وده مش مجرد تحديث عادي، ده بيوصفوه انه اقوى تحديث عملته كانفا. كانفا بتثبت رجليها اكتر في سوق المحترفين. التحديث ده ادوات الذكاء الاصطناعي بتاع كانفا بقت احدث واقوى بكتير في دمج الصور وتوليد الخلفيات وتعديل الصور بضغطة واحدة، والاهم من كده ادوات التعديل على الفيديو خلوها اسرع بكتير. اهم ميزة في التحديث ده هي ميزة براند اند. هكتبها لك دلوقتي على الشاشة. الميزة دي بمجرد ما تحط الPDF بتاع الهوية بتاع الشركة بتاعتك الكانفا، بيبدأ تلقائي من نفسه ياخد الألوان بتاعتك والفونتات بتاعتك والستايل بتاعك عموما، بحيث إن أنت وأنت بتعدل على ديزاين أو بتعمل ديزاين جديد بيتعمل بنفس الألوان ونفس الفونتات بتاعتك بالظبط من الأول بقى على طول. مش لازم أنت تعدل وتختار اللون وتختار الفونت، لا لا، هي بتبقى كل القوالب جاهزة على حسب الستايل بتاع الشركة بتاعتك أنت. وطبعا في التحديث ده برضو في كانفا كود، وده طبعا تحديث بيخص المطورين المواقع. بمجرد بس ما تكتب نص يطلع لك موقع احترافي. من الاخر كده كانفا بتضيق الخناق على البرامج والمواقع الكبيرة، وبتسهل الحياة على السوشيال ميديا مانجر وعلى المصممين اللي عايزين يعملوا تصميم في السريع. الخبر الخامس والأخير يخص نظام تشغيل موجود مع كل واحد فينا تقريبا. أندرويد 16 دلوقتي بقى متوفر رسمي في التليفونات،
والتسريبات دلوقتي بدأت تتكلم على اندرويد 17 اللي هيجي تقريبا في 2027. اندرويد 16 نازل مستقر جدا بيركز على الامان اكتر حاجه، لكن طبعا التشويق كله والتسريبات كلها مستنيه اندرويد 17 لانه بيقولوا انه هيبقى مدعوم كامل بالاي اي وادوات الذكاء الاصطناعي. دي كانت جولتنا سريعة في أسبوع مليان بالتطورات. زي ما انتم شايفين التكنولوجيا مش مستنية حد، واللي مش هيواكب التطورات دي السوق هيسبق. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. سلام.